معانا النهارده في فيديو جديد. فيديو صراحة خنقني. مؤتمر صحفي النهارده بتاع إناسيو. ده إناسيو عنده حق في كل الكلام اللي هو قاله فعلا. مرتضى منصور بيتدخل قوي في إدارة، يعني انت بتتدخل في الإدارة، بتتدخل في المدرب، بتتدخل في اللاعبين. ده انت شوية تتدخل في الجمهور تقول له انت لابس أبيض ليه؟ ايه يا عم؟ يعني مهند مين؟ إناسيو أول خلاص. حفظك كل ماتش تعادله يشتمك. إناسيو خلاص حفظ كده، فهو بقى بدأ يشتم فيك عشان عاوز يمشي. إناسيو عاوز يمشي وجمهور الزمالك زي من اللعيبة. انت عاوز تمشي اللعيبة كلها؟ في حد في العالم رئيس نادي ونادي الزمالك أحسن نادي في أفريقيا، تاني أحسن نادي في أفريقيا، هيمشي اللعيبه كلها ويسيب عمر صلاح؟ طب ده كلام؟ يعني هتمشي اللعيبه كلها وتسيب عمر صلاح؟ نشوف بس الفيديو. شكرا. دي كانت اخر مكالمه الحقيقه بيننا وبين مستر إناسيو. دي كانت من 3 ايام تقريبا. ايه اللي غير الامور دي كلها بهذا الشكل؟ مرتضى بيه، مساء الانوار. والله انا بضحك والله. يعني حابب اسمع تعليقك. انا يعني اشوف بس مين اللي عندك عشان الكباتن الكبار. طه اسماعيل. طه الله اعلم الشيخ طه ولا لا. كابتن طارق العشري والكابتن علي ماهر. مين يا فندم؟ كابتن طارق العشري والكابتن علي ماهر. طب سيبك من الشتيمه بقى والكلام ده كله. احنا النهارده هنوريكم الفرق ما بين الاهلي وما بين الزمالك. هنوريكم بس الخناقه مع إناسيو، وهنوريكم فيسي بريزيدنت جلال نائب الرئيس veio ao hotel راح له الفندق falar comigo. واتكلم معاه Eu expliquei-lhes isto que eu vos estou a explicar agora. وشرح له نفس الكلام اللي بيشرحه لكم دلوقتي. Ficou tudo bem. وكان كل حاجه تمام. À noite, بالليل presidente, رئيس النادي volta-me a atacar. رجع هاجمه في القنوات. Então vamos esclarecer. فهنوضح. O presidente pode-me atacar como tudo o quiser, رئيس النادي ممكن يتكلم عنه في القنوات، mas não pode dizer mentiras. بس ما ينفعش يقول معلومات مش صريحه. Isso eu não aceito. هو ما بيقبلش ممكن تكون معلومه مغلوطه او حاجه. Ele está farto de dizer. ده رئيس نادي الزمالك وده مدرب نادي الزمالك، ماشي؟ اهو نشوف بقى مدرب الاهلي ورئيس نادي الاهلي. يلا بينا. اهلا يا جماعه. ده دلوقتي مؤتمر بنوريكم الفرق ما بين مدرب الاهلي ومدرب الزمالك. الاثنين إناسيو والجديد ده اللي مش عارف اسمه صراحه، مش متابع الاهلي، معلش اعذروني لكل متابعي الاهلاويه. ورئيس نادي الاهلي ورئيس نادي الزمالك دلوقتي. يعني نشوف المدرب هيتكلم على رئيس نادي الاهلي ويقول ده داخل فيه ولا لا. هنشوف دلوقتي. مشاهدينا، نتحول بكم من هذا المؤتمر الصحفي للكابتن احمد ايوب مدرب النادي الاهلي وحديث عن البطوله العربيه. نتابع. ممكن تكون في سكتنا، ممكن يكون الترجي في سكتنا واحنا هنقابله تاني في افريقيا. احنا على المستوى الفني مش عاوزين نستبق الاحداث. احنا عندنا مرحله اولى لازم نتعامل معاها بشكل جيد. لسه عندنا مجموعه فيها 3 فرق بنشوفهم بشكل كويس. عاوزين يعني ناخد الهدف من مجموعتنا ونطلع اول ان شاء الله ونوصل الدور اللي بعد كده ممكن الكلام هنقابل الترجي، هنقابل فرقه غير الترجي، ممكن يكون يعني في متغيرات ممكن نقابلها ونتعامل معاها. بس انا مش عاوز اسبق الاحداث. انا عندي مجموعه فيها 3 فرق. اوكي، ما انا مش عاوز استبق الاحداث. انا عندي مجموعه لازم اعيشها بشكل كويس، لازم ادرسها بشكل كويس، وعندي فرق كل واحد عنده طموحه وعنده اهدافه المشروعه في البطوله، لازم اتعامل معاها بشكل ايجابي واخد الغرض والهدف من المجموعه، ولما اصعد ابدا افكر في المرحله اللي بعد كده. ما ينفعش وانا في مجموعه ولسه ما لعبتش حتى اول مباراه وافكر في ماتش الترجي. طب انا هقابله، ممكن اقابله في بعد كده في افريقيا. يعني اعتقد كده هيبقى في تضارب في الشغل وتداخل. لازم اركز في المرحله بس الاولى اللي انا فيها، وبعد كده لكل وقت حديثه. يعني السؤال الثاني على طبعا شفت الفرق ما بين ده وما بين ده. بيتكلم بعد الخسارة من الفيصلي الصراحة اللي كانت فضيحة. أنا قلبي معاكم صراحة. الأهلي مش بتريق، ولكن أنا بقول إن الأهلي البطولة في بطولات الأهلي ما بيركزش فيها أوي. يعني البطولة العربية هو مش بيركز فيها.
والبطولة العربية بيركز عنده افريقيا اهم. البطولة العربية دي ماشي يعني البطولة العربية، لكن البطولة الافريقية القارة الافريقية اللي ما بياخدوهاش يعني تقريبا من كل 10 سنين كمل بقى النادي الاهلي ونادي الزمالك. طبعا كل واحد عاوز ياخدها عشان يبقى نادي، يعني الاهلي هو اللي بصراحة مكتسح افريقيا، الاهلي هو الاحسن في افريقيا، احسن فريق في افريقيا، يعني الزمالك ولا مش عارف مين بعد كده. لكن شفتوا ما اتكلمش على رئيس النادي، ما اتكلمش على اللعيبه، ما قالش ده مش عارف مين، وده قال مصطفى فتحي همشي الرئيس النادي بتاع الاهلي. والله العظيم والله العظيم ما اعرفش شكله. ما انا يعني سالت واحد اهلاوي قلت له هو اسمه ايه بتاع رئيس النادي الاهلي، قال لي انا ما اعرفش. انا مش قصدي اللي هو بتريق عليه، قصدي لا ان هو ما مش لكن كل تسال حد اهلاوي مين رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور مش عارف ايه اللي بيطلع على التلفزيون ويشتم الناس دي. طب ليه خليته مش شكلنا وحش كده؟ ليه خليت شكلنا وحش؟ نشوف الجوان بتاعت الاهلي النهارده ونشوف الجوان بتاعت الزمالك، شوف الجوان بتاعت الزمالك وشوف الجوان بتاعت الاهلي، شوف الاهلي ازاي بيعرف يكسب تفاصيل الماتشات، شوف الزمالك، وهنوريكم التكتيكات وهنحلل هنا وحل. نروح بقى لاهداف نادي الاهلي النهارده مع الفريق الكوسه الصراحه. اهلا يا جماعه، دلوقتي هنبدا افريقيا على سير المباراه. نتذكر اجيب لكم دلوقتي الاهداف. انا دلوقتي الهدف كل براءه عاوزك تتفرج على الركنيه وزي الاهلي عرف يسرق المدافعين. حصل التعادل عمرو بركات باصتين جاب منها هدف. طب انا عارف ان الفريق الوحده الاماراتي مش فريق كويس جدا. في ناس بتقول ان هو بياخد الدوري الاماراتي، ولكن انت عارف ان في الدوري الاماراتي عموري وناس كتير حلوه، يعني انا بسمع عنهم ولكن ما بتابعش الدوري السعودي، عشان يعني انا عراقي ما بتابعش الدوري العراقي. ممكن واحد يكون سعودي وعايش في مصر بيتابع الدوري المصري وما تابعش الدوري السعودي، فانتوا فاهمين؟ ده عمرو بركات، بصوا الله عليك يا الله جون جميل جدا جدا على فكره. في ناس شابه كده، احنا اول ما اكتشفنا مصطفى فتحي ان هو بيعدي من على الخط وبيدخل لجوه، لكن احلى حاجه ان انت مش تروح مش يعني زي شيكابالا لا شيكابالا هو بيعمل اوفر، لكن ده عاوز يشوط، عاوز يجرب، عاوز يجيب جوان، عاوز يكون حاجه زي مصطفى فتحي. بصوا يا سلام، طبعا ده خطأ من الحارس ده. هي الكرة صعبة فعلا عشان عملت بام، فدي كانت صعبة، لكن الكرة اللي كانت رايحة كده كانت رايحة على الأرض مش عاملة بام ونازلة وطالعة، فاهمة؟ هتبقى صعبة. نروح بقى للجون التاني. الجون اهو التاني نشوفه دلوقتي. بصوا واحد، بصوا التاني، التانية بصة تانية، التالتة جول. شوف التكتيك، يعني شوف التكتيك، شوف حسام غالي، يعني هنا لو والله العظيم لو كان حسام باولو كان لف وشاطها بشماله. شوف هو حسام غالي بيلف عشان كده، هو حسام غالي بيلف عشان كده، هو حسام غالي بيلف عشان كده، معلش هو حسام غالي بيلف. شوف باصة والتحرك، الزمالك ما عندوش باصة تحرك، يا اما بتعمل يعني العرضية حلوة جدا جدا. نروح بقى نشوف الاهداف بتاعت الزمالك. بيرجعها مره ثانيه وكان كرة ضربة جزاء باسم ومجيد جول. طبعا ده باسم مرسي ساعات بيجيب ضربات جزاء وساعات بيتحاول، بس باسم مرسي التلاعب مع الحارس ده ذكي، عشان باسم مرسي لاعب ذكي جدا، واللي بيقول عليه بسمة بيشوف نهايته في كاس مصر عامله ازاي. على يمينه المره دي، واحده على شماله ما اتحسبتش، اللي على يمينه بتتحسب. هدف التعادل لنادي الزمالك في الدقيقه 43 عن طريق باسم مرسي. هدف مهم جدا للزملكاويه قبل نهايه الشوط الاول. 1-1. اللعب ناحيه اليمين عند حازم امام، السرعات لنادي الزمالك، حازم ودي العرضيه عند شيكا طبعا هو عامل ايه شيكابالا؟ هو شيكابالا نشنها في العارضه، عشان نشنها من العارضه من تحت مش هو مش قصده يجيبها، هو قصده يجيبها في العارضه بس من تحت عشان تدخل جون. ماشي، هو قصده كده، هيبقى جون جامد جدا لما يعملها عملها مع انبي قبل كده.
مش ممكن. جول جول جول، هدف رائع، هدف جميل، هدف فيه شياكة، فيه جمال، فيه روعة، فيه حرفنة. لو جبنا سيرة الحرفنة اسمك لازم يتقال. شيكابالا وحازم إمام الموال من أوله موال. مش ممكن حازم إمام يلعبها ياكيتيه، لكن دي الإعادة اللي احنا مستنيينها. حازم إمام يلعبها لشيكا، ممكن من لمسة واحدة، لكن المهارة موجودة والثقة موجودة والشومة موجودة في المرمى. هدف تاني للزمالك، هدف تاني لشيكابالا. يا جماعة خلاص كده احنا خلصنا وعملنا التحليل، ولكن عاوز اوريكم طريقة اللعب دي. كنت انا بلعب في لعبة اسمها المدرب الافضل، كنت ماسك نادي الزمالك. قعدت اقول ليه الزمالك ما يلعبش باتنين مهاجمين، واتنين المهاجمين يكونوا منفردين واداء بعضهم يبقى شبه بعض. قعدت اناول في اللعبة، ما لقيتش غير ايمانويل مايوكا وباسم مرسي. لعبت تحتهم ولازم واحد يكون معديهم، لقيت ايمن حفني. عملت واحد على جنبهم ومفروض يبقى يكون احمد توفيق بس احمد توفيق احكسوها، بس هاتوا احمد توفيق هنا وشيكابالا هنا، عشان يبقى شيكابالا يبقى يدخل لجوه يعمل الكرسي اللي باسم مرسي وإيمانويل مايوكا. باسم مرسي هيساعد تربك الدفاع، فهيدي الإيمانويل مايوكا هدف قاتل، وكمان ايمن حفني. فهيجي احمد توفيق هنا ويجي شيكابالا، ويبقى وراهم ابراهيم صلاح 1.67 اداء 76 اداء شيكابالا، مش عارف ازاي. يبقى وراهم اسامه ابراهيم ومحمد حمدي الونش ناحيه باك شمال، بس مش عارف ازاي، وشوقي السعيد وعلي جبر. وشوقي السعيد يكون 64 وعلي جبر 62، مش فاهم ازاي، بس يلا. دي كانت طريقة اللعب اللي كانت مناسبة في اللعبة. طبعا انا عارف الزمالك مش هيعملها اساسا، انا عارف ان الزمالك مش هيعملها، بس لما تلاحظوا ان شيكابالا بيروح على الشمال بيجيب جوان، صح؟ كتيرة اتعمل كتير. ماتش الانبي والماتش ده شوف الزمالك ان شاء الله يكسب بكرة ويفرحنا هو والاهلي كده زي ما فرحنا الاهلي النهاردة، ونفرحنا الزمالك ان شاء الله. تصبح على خير.